اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. يا صباح الورد وصباح الفل وصباح الياسمين. النهارده بقى هنعمل حته صينيه بطاطس. الصينيه دي ما حدش بيختلف عليها، يعني من الاخر ما بيختلفش عليها اتنين. تعالى اقول لكم يلا عملنا ايه. اول حاجه بسم الله هنتبل الفراخ معانا. تبلناها بايه؟ حاطين ليمونيه بقشرها كامله كده، وحطينا فصين توم، جزرايه، قرن فلفل مقطعاه شرايح، وكمان بصل. هفرم كل ده مع بعضه طيب قشرة الليمون دي مش هتمرر الفراخ خالص، بتضيع اي زفارة. طبعا انا غاسله الفراخ بالملح والليمون والدقيق ومخليها زي الفل. يستحسن ان الفراخ تتبل من قبلها بيوم. يعني لو انت هتعملي صينيه البطاطس، عارفه ان انت هتعملي صينيه بطاطس بكره، تبلي الفراخ من قبلها بيوم. او لو هتشوي الفراخ برضو اشويها بنفس المكونات اللي انا حطيتها دي، وتبليها برضو من قبلها بيوم. بس انا عشان طبعا مستعجله، فبصراحه يعني عملت الحاجه كلها، ما تبلتش الفراخ كتير. هنزل بقى التتبيله دي كلها. عايزه اقول لكم ريحه التتبيله كده من غير توابل تحفه. والليمون بصراحه بيضيع اي ريحه زفاره خالص. وبعد كده بقى تعالوا نحط البهارات. حطينا ايه؟ حطينا ورق لوري على حبهان مطحون كده، من كل نوع نص معلقه صغيره. انا طحناهم مع بعض كده، خدت منهم نص معلقه صغيره ورق لوري على حبهان، وبطحنهم في برطمان. ونص معلقه بابريكا، نص معلقه فلفل اسود، نص معلقه كمون، نص معلقه كزبره ناشفه، وكمان طبعا نص معلقه الورق اللوري على الحبهان المطحون. وظبطي الملح بتاعك، ونص معلقه صغيره من بهارات الفراخ. تمام كده. يبقى بابريكا مدخنه، فلفل اسود، كمون، كزبره ناشفه، ورق لوري على حبهان مطحون، بهارات فراخ من كل نوع نص معلقه صغيره. وحطيت الملح، ظبطي الملح بتاعك وبس كده، ما حطيتش اي حاجه تاني. طيب انا لو عايزه احط بقى، لو فراخ مشويه، حطي معلقتين دبس رمان. لو انت هتشوي الفراخ بس كده، مش هتعملي صينيه بطاطس. تمام كده، هتخليكي ليلك الفراخ المشويه تحفه بجد. عندي بقى الفراخ كده، همسك الفراخ بتاعتي، هدعكها كده بالتتبيله دي كده من تحت الجلد ومن ظهرها ومن جنب التاني. هدعك الفراخ كويس قوي بالتتبيله دي. عايزه اقول لكم التتبيله دي تحفه، ممكن تعملي كميه منها وتحطيها عندك، تشيليها عندك في الفريزر وتطلعي. لو انت مستعجله بقى تطلعي وتحطي، او لو انت بتشتغلي وكده تطلعي تتبلي الفراخ على طول. هتبل الفراخ، وزي ما قلت لكم يستحسن الفراخ تتبل من قبلها بيوم، او مش اقل من 4 ساعات تحطيها في التتبيله. بس للاسف انا كنت مستعجله جدا. لو وصلتي لحد هنا، لايك واشتراك في القناه، لقناه مطبخ بنت البلد. وما تنسيش تفعلي الجرس عشان يوصلك كل الفيديوهات اللي انا بنزلها جديده. ويلا بينا بقى، همتكم معايا نصلي على الرسول، وان شاء الله كده عشان نكمل ال1000 مشترك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. بس كده الفراخ عندي كده اول حاجه تبلتها. يلا نخش بقى على البطاطس. قطعتها شرايح، ومعايا كمان بصلايه اهو مقطعاها كده جوليان، وعليهم فصين توم. انا بحب البصل الابيض جدا. لما اكون هعمل مثلا اي اكله فيها فراخ او اي اكله فيها لحوم، بحب البصل الابيض اللي هو لونه ابيض. انما بقى المحاشي والطبيخ وكده بحب البصل التاني. ماشي. بعد كده بقى حاطين على البصله وفص الثوم دول ايه. حطيت نص معلقه 7 بهارات صغيره خالص على طرف المعلقه، نص معلقه بابريكا، نص معلقه فلفل اسود، نص معلقه كمون، نص معلقه كزبره ناشفه، نص معلقه ورقه لوري على حبهان انا طحناهم. ممكن تستغني عن ورق اللوري والحبهان المطحون، بس تحطي ال7 بهارات. نص معلقه صغيره خالص، وتظبطي الملح بتاعك وتدعكيهم كويس قوي. حلو كده، حلو كده. طيب المعلقه بتاعتك الصغيره، انا معلقه التوابل اللي هي الصغيره دي يا جماعه، مش معلقه الشاي. فانا بحط التوابل الصغيره، فبحط عليها نص معلقه. تمام كده. هدعك البصله دي، بقت التوابل اللي في ايدي، فبدعك بيها البطاطس. تعالوا بقى نروح على النار. عندي صينيه حطيت فيها معلقتين سمنه بلدي كده. طب لو انا ما بحبش السمنه، بحب اطبخ بزيت، تمام مفيش مشكله. حطي معلقتين كبار زيت، او 3 معالق كبار زيت في الصينيه بتاعتك. بس انا بحب اطبخ بالسمنه البلدي جدا، فبحط معلقتين كبار سمنه كده، وبسخن الصينيه اللي انا هعمل فيها البطاطس بتاعتي. بعد كده هنزل بالفراخ بتاعتي، هشوحها الاول. انا مش بحط الفراخ على صينيه البطاطس نيه، لا انا بشوح الفراخ الاول. بحس ان هي بتبقى طعمها احلى بكتير.
عايزه اقول لكم الريحه هنا بقى بدات تقلب الدنيا، مع اني كمان انا ما تبلتش الفراخ من قبلها، بس عايزه اقول لكم الريحه تحفه. لو انت بقى متبله الفراخ هتجيب الريحه من اخر الشارع. هشوح الفراخ بقى كده، يعني من على الوش وعلى الظهر كده، مش هحمرها، لا بشوحها تشويحه خفيفه كده في معلقتين السمنه. ونفس الصينيه دي هي الصينيه دي اللي انا هعمل فيها البطاطس، مش هغيرها. تمام كده تمام كده. يلا بقى صلي على الرسول. كل شويه كده هذكركم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، تملى كده الدنيا بركه وتملى بيتكم بركه. طول ما انت واقفه بتصلي على رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، عايزه اقول لك الاكله بتطلع زي العسل. هنبقى هنتاخد بقى الفراخ كده، وهننزل بالبصلايه اللي احنا دعكناها بالتوابل بتاعتنا. وهطلع دلوقتي الفراخ بتاعتي علشان احط بقى البطاطس. خلاص انا شوحت الفراخ اهي وبقت تمام وزي الفل، واديتها صدمتين كده من على الظهر ومن على الجناب كده. البصله بقى بشوحها معاها كده، يعني ايه، بحطها في النص بشوحها كده، وبعد كده هشيل الفراخ. خلاص هشيل بقى الفراخ عندي اهو. معلش الفيديو ده النهارده انا عملته 10 يعني اكتر من 10 دقايق، فبعتذر يعني الفيديوهات بتبقى قصيره شويه. انا بحب جدا ان انا افصل الفيديو، افصل الصوت بتاع الفيديو واتكلم انا بصوتي، علشان يبقى صوتي عالي وواضح، يعني اوصل المعلومه اكتر. بدي البصله بقى تشويحه كده مع العصاره اللي نزلت من الفراخ، وبعد كده هنزل بالبطاطس اللي انا مقطعاها شرايح، وبقلبها كده وبديها تشويحه كده مع البصل ومع الجوسي كده، الحاجات اللي نزلت، العصاره اللي نزلت من الفراخ. عايزه اقول لكم بقى الريحه يعني تحفه يا جماعه، تحفه، جربوها. وبحس ان البطاطس دي بتبقى اخف من اللي بصلصه، بحبها جدا. احنا يعني عندنا ما بنحبش اللي بصلصه، بحب البطاطس اللي هي البيضه اكتر. هنزل بقى بكوبايه ميه مغليه عليهم عشان يبقى ايه الصوص بتاعها كده كتير وحلو. كوبايه ميه مغليه او مج ميه مغليه، وبعد كده هحط الفراخ فوق صينيه البطاطس بتاعتي. وطبعا انا مظبطه الملح للفراخ ومع البصل، وانا بدعكه حطيت ملح. وهسيبها بقى تاخد، هغطيها واسيبها تاخد غلوتين على النار، على العين كده من فوق، قبل ما احطها في الفرن بتاعتي. ما بحطهاش في الفرن على طول، بسيبها تاخد غلوتين كده على عين البوتاجاز. ويلا بقى على ما تاخد غلوتين، وطبعا غطيتها بتاخد غلوتين، هعمل الرز بشعريه. عندي هنا السمنه البلدي بتبقى تحت فيه مرطه كده، فما تقلقوش اللي نزل في الحله ده، دي مرطه نزلت مع ان خلاص السمنه بدات تخلص، فبيبقى في الاخر فيه مرطه كده، فمش هرميها يعني. بعد كده سخن السمنه وهنزل بالشعريه. بحب وانا بعمل الرز بشعريه بالذات، بحب اكتر له الشعريه. يعني مثلا لو هعمل مج رز، بحب اعمل قصاده مج شعريه، بحس ان طعم الرز بشعريه احلى بكتير. بعد كده هخليها لونها ذهبي كده، وهنزل بالرز بتاعي الابيض اللي انا غسلاه طبعا ومصفياه، واديله تشويحه كده مع الشعريه. وبعد كده بقى هزود الميه بتاعتي. اول ما الرز يبتدي يغلي ويتشرب، وبهدي العين خالص عليه. ده طبعا البنات اللي هم لسه مبتدئين او لسه متجوزين جديد، فاول ما احس ان الرز بتاعي بعد ما احط له الميه بتاعه والملح وخلاص بدأ يتشرب كده والميه نقصت منه خالص، بروح جايه موطيه عليه النار خالص، واسيبه بقى يكمل سوا مع بعضه لحد ما يطيب ويبقى زي الفل ويبقى جميل كده. تمام كده تمام، ويبقى هي تاخدي احلى رز بشعريه. اهو حطيت الميه بتاعتي، يعني لو على كل مج رز هتعملي كل مج رز عليكم مج ميه. ده الرز المصري بتاعنا. تمام كده. انما الرز البسمتي طبعا بنحط مجين ميه، بيبقى معاكي زي الفل. انما الرز المصري بتاعنا بياخد مج ميه بس. خلاص ظبطت بقى الميه وظبطت الملح. اول ما هيبتدي يتشرب زي ما هوريهولكوا دلوقتي، هتوطي عليه خالص النار وتغطيه طبعا اهو. تمام كده. هنا وطيت عليه النار. هنا خلاص كانت البطاطس خدت معايا غلوتين، هدخلها الفرن بقى، هولع كده من تحت، وبعد كده هولع الشوايه عليها تاخد لون جميل. وبس كده خلصت الاكله دي كلها، ما فيش ساعه وكانت خلصت. تعالوا اوريكم بقى. المعلقه وقعت مش مشكله، بسم الله كده ونجيبها تاني. عايزه اقول لكم البطاطس تحفه يا جماعه، وريحتها تحفه. لو وصلتي معايا بقى لنهايه الفيديو، يا ريت ما تبخليش عليا بلايك، وتشتركي في القناه والقناه كده
زيت معانا اخت جديده، وجربوا الوصفه دي وان شاء الله هتعجبكم جدا، وقولوا لي بتتابعوني من اي بلد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.